حب ايه بقى؟ حب ايه بعد اللي انا بقوله؟ يبقى انت مش سامعاني يا فاطمه ومش مركزه. لا سامعه حضرتك، بس انا عندي مشكله جامده قوي. لا يلا اسمعك انا وسيبك من الحب وسنين السوداء، قولي. طيب حضرتك، انا يعني في انسان انا ارتبطت بيه خلاص. الايه؟ لا لازم اسمع. في انسان انا ارتبطت بيه. عشان كده الحب على لسانك يا فاطمه. وهو سريع. يعني كويس جدا. طيب. ودخل من الباب ان هو كان عايز يتقدم. طيب. بس اخته صاحبه حد قريبي قوي من دمي. واللي من قريبي من دمي ديت عابت فيا بكل التفاصيل الوحشه اللي في الدنيا كلها. قامت بالواجب يعني. على الاخر لاهله. طلبت من اهله ان انا اقعد معاهم عشان يشوفوا الانسانه اللي هي بتتكلم شاطره شاطره. هي كويسه ولا وحشه ولا ايه. كتير قالوا لي انت كده بتنزلي من نفسك. انا قلت انا ما بنزلش من نفسي، انا واثقه من نفسي انا ايه، فانا عايزه الناس تشوفني. طلبت من اهله ان هم يجوا يسالوا عليا في المكان اللي انا قاعده فيه، ولو حد عاد فيا يبقى معاهم حق. مجوش. محدش جه طبعا. رافضين تماما. يا حبيبتي ان هم عندهم استعداد من الاول ان هم ما يجوش. فعلى لطه جت واحده قالت فيكي حاجه وحشه ما يروحوش، ودي الحاجه اللي تزعل ربنا بقى بلغه الهوانم. مع ان ما يصح الشرع انا اقول ربنا يزعل، اقول ربنا يغضب لكن يزعل دي قماص. القماص دي من صفات البشر. احنا كده لو هنتوب من الذنب ده اللي بتقول عليه فاطمه انا هكون اسعد خلق الله. اللي هو واحد يقول لي واحد كده اقول له خلاص انا متفق مع بني ادم على شركه، يجي واحد يقول لي فيه كلمتين اقول له يا خلاص يا ابني بعد عن الشر وغني له. ده الكلام ده مش صفات امه محمد عليه الصلاه والسلام. انت بنت جدعه وشاطره، والواد اللي انت ارتبطت بيه واهله ما رضوش يجوا ده زعبله في القله، سيبك منه واقطعي ورقته من الجذور. ده كان يجي ويفي بالعهد ما دام عارفك وكان زميلك ومتاكد من سلوكك وعنده اللي بنسميه دلوقتي لغايه دلوقتي انتيل ماريج ميول، بلا حب مفيش حب، ولكن يعني الراجل راغب فيكي شايفك بتتصايع حلوه وهو قادر على انه يقشرك بالراحه يا حبيبتي ولا اي مشكله في التاريخ. لكن واحد يمشي ورا اهله ده زعبله في القله، ده كان هو اللي يجيبهم ويقول انا قبلها. اختي شغاله وبتساعد جوزها. جوزها ده متجوز وعنده 7 أطفال، وهي الزوجة التانية ليه وبتعونه. عنده 7 ورايح يتجوز تاني؟ عشان يجيب كمان 7 ويحرر بيهم القدس؟ يعني يبقى عنده 14. استني يا هبوبه. نعم. وانتوا رضيتوا تجوزوه على انه معاه 7 يعني اكيد ده عنده مجموعه مصانع. لا شغال في شركة عادي. يعني مليونير مثلا كده سافر اوروبا 40 سنه وجي يستثمر في بلده وعنده فلوس يفتح 4 بيوت، فقلتوا ايه يعني ال7؟ لا هي المشكلة ان الاول خالص كان عنده 5 عيال